السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. وحلقتنا النهاردة هتكون بعنوان آخر الأخبار الموجودة على الساحة حاليا، أخبار الأفلام والمسلسلات اللي هيتم عرضها خلال الفترة القادمة. معاكم أخوكم إسلام، ويلا بينا نبدأ. أول خبر معانا وهو أول تعاون يجمع ما بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أكرم حسني في فيلم خلال إطار كوميدي، وهو فيلم زوجة رجل مش مهم. اسم الفيلم كده، اسمه يعني هو الاسم لوحده لسه بنشوف الفيلم، ما شفناهوش ولا شفنا حاجة، بس أنت بتضحك من عنوان الفيلم زوجة رجل مش مهم. يعني طبعا كلنا عارفين فيلم الفنان الكبير الله يرحمه أحمد زكي، فيلم زوجة رجل مهم، شفنا فيه دور أحمد زكي الفنان الكبير الله يرحمه. هنا هنشوف أكرم حسني في زوج مش مهم، هو مش مهم. فده فيلم الجديد للفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أكرم حسني، وكان كل منهم نشر عبر حسابه على الانستجرام صور من كواليس الفيلم. ونفضل شوية مع الفنان أكرم حسني اللي نشر خلال الأيام الماضية وأعلن عن مسلسله الجديد اللي هيدخل بيه السباق الرمضاني 2025، وهو مسلسل يحمل عنوان واسم الكابتن. والمسلسل ده هيكون متكون من 15 حلقة، وإن العمل ده من قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي وإخراج المخرج الكبير معتز التوني. وبيشارك العمل مع أكرم حسني كل من الفنانة آية سماحة والفنانة الكبيرة القديرة سوسن بدر والفنان الكبير سامي مغاوري. والخبر الثالث معانا عن فيلم من أيام الجيزة من بطولة الفنان الكبير إياد نصار، واللي كان نشر البوستر الدعائي الأول لفيلمه من أيام الجيزة، واللي تم الانتهاء من تصويره تمهيدا لعرضه خلال الأسابيع القليلة القادمة. والفيلم من بطولة إياد نصار، آية سماحة، عمرو عبد الجليل، حاتم صلاح، محمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين. ونفضل برضو مع الفنان إياد نصار واللي بيحضر حاليا مسلسله الجديد اللي هيدخل بيه السباق الرمضاني 2025، وهو مسلسل يحمل عنوان واسم ظلم المصطبة. وبعد النجاح الكبير جدا اللي حققه رمضان اللي فات بمسلسله صلة رحم، وإن المسلسل ده هيكون متكون من 15 حلقة، وإن المسلسل ده من تأليف أحمد فوزي وسيناريو وحوار محمد وإخراج هاني خليفة. واللي بيشارك البطولة مع الفنان إياد نصار، الفنانة ريهام عبد الغفور، والفنان فتحي عبد الوهاب. وإن الأخبار المنتشرة عن المسلسل ده إنه هيدور في إطار اجتماعي وبيناقش قضية موجودة بشكل كبير في مجتمعنا، وهي ظلم المجتمع للمرأة، وده بسبب العادات والتقاليد والضغوطات اللي بتبقى موجودة عليه. وخامس خبر معانا وهو عودة الفنان محمد سلام بمسلسل جديد، وهو يعتبر أول بطولة مطلقة لمحمد سلام، وهو مسلسل كارثة طبيعية. وده من أكتر الأعمال اللي أنا متحمس لها، أنا واحد من محبين محمد سلام. وإن المسلسل ده من تأليف أحمد عاطف اللي هو مؤلف مسلسل بالطو اللي مأخوذ من روايته بالطو وفانيلا وتاب. وإن المسلسل ده هيكون من أعمال منصة واتشت. وإن أكتر الأخبار المرتبطة بمسلسل محمد سلام كارثة طبيعية إن ضيف الشرف اللي هيكون موجود في المسلسل هو الفنان الكبير والصديق محمد سلام أحمد مكي. وبما إننا ذكرنا أحمد مكي، فسادس خبر معانا هو إن أحمد مكي داخل السباق الرمضاني في سنة 2025 بمسلسل جديد، وهو مسلسل الغاوي. طبعا الغاوي ده بعد ما كان غيروا اسمه، وإن المسلسل في الأول كان اسمه عين شمس، وتم تغيير الاسم للغاوي. وإن أحمد مكي في المسلسل ده هيقدم شخصية لص تائب، مجرم تائب. وإن العمل ده من تأليف وإخراج مندو العدل. إن الواحد مبسوط جدا جدا بعودة الفنان الكبير أحمد مكي بعمل جديد ومختلف عن الأدوار أو الدور اللي تعودنا عليه اللي عشنا معاه، اللي طبعا مفيش أي نقاش إنه واحد من أفضل المسلسلات الكوميدية اللي الواحد عاش وتربى عليها ولسه بيتفرج عليها لحد يومنا هذا. حتى الأجزاء الأخيرة ممكن في أي وقت الواحد يخش يتفرج عليها تاني. وإن الواحد عايز يشوف الفنان أحمد مكي في أدوار مختلفة في أعمال مختلفة، ونشوف إن هو يرجع للسينما مرة تانية. والخبر اللي معانا بعد كده هو عن عودة النجم الكبير محمد هنيدي بمسلسل جديد هيدخل بيه السباق الرمضاني سنة 2025، هو مسلسل يحمل اسم شهادة معاملة أطفال. وده عودة بعد غياب دام لمدة 7 سنوات عن موسم رمضان. وإن المسلسل من تأليف محمد سليمان وإخراج
اخراج وائل فرج، ويشارك مع الفنان محمد هنيدي في البطولة. حتى احنا شفنا صور للكواليس للمسلسل وتصوير المسلسل نزلت لحد دلوقتي من الصور ان هو كان قاعد على كرسي متحرك في دوره يعني في المسلسل. كان بجانبه الفنانة سما ابراهيم والفنان صبري فواز والفنانة نهى عابدين. نيجي معانا لاخر خبر وواحد من الاعمال اللي انا برضو متحمس لها، وهو مسلسل برستيج، وان المسلسل ده مقرر عرضه قريب جدا، ممكن الايام اللي جايه نشوف اعلان المسلسل. وهو يعتبر اول مسلسل جريمه كوميدي، وان المسلسل من بطوله محمد عبد الرحمن، واحد من النجوم اللي انا بحبهم جدا جدا، واحد من الناس اللي بشوفهم مختلف تماما عن باقي نجوم مسرح مصر اللي انا بحبهم برضو. لكن الاختلاف هنا ان انا محمد عبد الرحمن بشوفه خلال الفتره الاخيره بيختار اعماله، مش بيخش اي حاجه. شفنا الفيلم اللي قدمه البطه الصفراء، اللي شفنا توته فيها مش بس كوميدي، لا احنا شفنا فيها دراما. حتى طول الفيلم كوميديا ما كانتش قوي، كان قدم دور واداء مختلف في الفيلم ده. ان هو مش على طول بيعمل افلام ومسلسلات وموجود في كل حته، لا بيغيب وبيرجع بيقدم لنا حاجه محترمه. مسلسل جمجوم بيم بيم اللي انا بسال عن الموسم الثاني، وميسي خد كاس العالم نهايه الحلقه الاخيره. هل انتوا اللي كنتوا مسؤولين عن ان ميسي ياخد كاس العالم؟ الثاني فين يا محمد عبد الرحمن انت ومحمد سلام؟ ميسي خد كاس العالم ولسه الموسم الثاني منزلش. جمجوم وبيم بيم واحد من المسلسلات اللي برضه بقعد اعيدها واتفرج عليها في اي وقت واي موسم بدون زهق ولا ملل. وبيشاركوا في العمل كل من مصطفى غريب، سامي مغاوري، وان المسلسل ده من اخراج عمرو سلامه، وتاليف وسيناريو وحوار انجي ابو السعود. ونعتبر كده ان احنا خلصنا اغلب الاخبار اللي موجوده على الساحه. تقريبا الحلقه طولت، بس في حاجه كده انا عايز احطها، معلش يعني استحملوني، عايز حاجه كده احطها، وهو مسلسل المداح الجزء الخامس اللي هيكون موجود في رمضان الجاي ان شاء الله. مسلسل المداح هو واحد من المسلسلات اللي واخده شعبيه كبيره جدا جدا جدا، وانا واحد من الناس دي. انا مسلسل المداح كان في رمضان كان هو اول مسلسل بفتح اتفرج عليه، اول مسلسل كنت بستنى حلقاته، اول مسلسل بقعد كده في هدوء اتفرج عليه في هدوء. حتى مسلسل المداح ده اول مره شفته اول حلقه دي لما شفت حماده هلال تقريبا راح لحد البيت وكان حاطط ايده على راسها، عروسه تقريبا لسه عروسه، رحت قالب قلت بقى سحر، قلت ماليش في الكلام ده. بس بعد كده لقيت نفسي بتفرج، استنى موسم ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، ومستني الموسم الخامس. وطبعا المسلسل من بطولة النجم الكبير حمادة هلال اللي قدم دور ولا أروع صابر المداح. طبعا أعلن فريق العمل إن ده الموسم الأخير من مسلسل المداح. هل أنا شايف إن مسلسل المداح يخلص ولا يكمل؟ أنا من وجهة نظري شايف إن مسلسل المداح كان ممكن يخلص من الموسم الثالث. طبعا أنت كل ما بتتفرج على الموسم هو بيعلوا في الأداء وبيعلوا عن الموسم اللي قبله، بس لا احنا محتاجين خلاص نقف هنا نشوف الفنان حماده هلال بيقدم لنا حاجات مختلفه، اللي اثبت لنا ان هو يقدر يعمل كده ويقدر يقدم لنا حاجات مختلفه، دراما كوميديا كل حاجه ده. بس حبيت بس اتكلم عن مسلسل المداح لان انا كان نفسي في الموضوع ده، لان انا رمضان اللي فات كان نفسي اتكلم عن مسلسل المداح. وان شاء الله رمضان الجاي هكون معاكم ونتكلم عن مسلسل المداح حلقه بحلقه، مش بس كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، فلو عجبتك ما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان اول ما الحلقات الجديده تنزل توصل لك اول باول. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه، سلام.